بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على احلى واغلى متابعين. النهارده شايفين البدنجان القمر ده، عاملاه اول مره اعمله في الاير فراير. الاير فراير لسه جايباه جديد، وحبيت بقى اشاركه ونشوفه مع بعض بيشتغل ازاي، بيتفتح ازاي، بيشتغل على كام درجه. شايفين البدنجان طالع مستوي وجميل، ومن غير بقى الزيت الكتير اللي احنا بناكلوه ده، ومن غير وقت. يعني انا حطيته وركنته كده وسبته لغايه ما خلص. زي ما بقول لكم هنشوف هياخد معانا قد ايه. ده الاير فراير بتاعي الجديد ده فيليبس، جايباه فيليبس، جايباه ديجيتال وبشاشه مش بزراير. وهنشوف مع بعض الشبكة بتاعته والحلة بتاعته. زي ما انتم شايفين كده انا طلعت الحلة بالشبكة في الجزء اللي تحت صبعي ده ازاز كده. بتشيليه كده، بتزيحيه على جنب وبتدوسي على زرار، في زرار تدوسي على الزرار كده يطلع لك الشبكة لوحديها. لو حبيتي بقى تغسليها، تحطي تعبيها الحاجة فيها زي ما انت عايزة. شايفين ده، دي الحلة بتاعتها ودي الشبكة بتاعتها. هندخلهم جوا بعض تاني وهنشوف هنعمل بتنجان بتاعنا ازاي. انا هنا جايبه كيس كده فيه ورق زبده بيتباع مع الاير فراير، ممكن تشتريه، ومعاه كمان ممكن تشتري بخاخ زيت. اشتريت البخاخ الزيت واشتريت الورق الزبده ده. في كمان بيقولوا في اطباق سيليكون، بس لسه الصراحه ما جربتهاش وما جبتهاش. انا هنا البتنجان بتاعي كنت مقطعاه وحاطاه في ميه وملح شويه، وبعد ما صفيته حطيت له حوالي 3 معالق زيت. يعني ده كيلو بدنجان، حطيت له 3 معالق زيت مش اكتر ولا اقل. هتشوفوا بقى جماله بعد ما هيستوي وهيبقى شكله ازاي. قلبته كويس جدا في ال3 معالق زيت. هنحطه في الشبكه بتاعتنا، هتوزعيه كده بحيث ما يبقاش متكتل من حته، لا في سوا واحد. وهنحطه، هندخله في الاير فراير. هنيجي بقى نشغله ده. زي ما بقول لكم ديجيتال، ده زرار التشغيل. ودي الوقت ده، الوقت السهم ده دقيقة 2 3. هنعمله على 15 دقيقة الأول، وهنشوف هيحتاج مننا قد ايه. وبعدين هنا الحرارة من 180 ممكن تنزليها أو تطلعيها لغاية 200. أقصى حاجة للإير فراير 200. هنا زرار الستوب ووتش، الستوب ده بتفتحي منه وتوقفي منه. شغلته زي ما انتم شايفين كده. في زرار من على الشمال ده النور اللي هي اللمبة. شايفين انا عندي الشاشة بتاعتي مبينه البدنجان بقى لونه اتغير، لسه عليه وقت تاني. يعني دي الشاشه دي بتنفع في كده. هنسيبه بقى ال15 دقيقة زي ما بقول لكم يشتغل على البدنجان. بس الصراحة هي أخدت 20 دقيقة. اللي عرفته اللي لازم أولعه قبل ما أحط البدنجان أو البطاطس حوالي 5 دقايق من قبل ما احط الحاجه، عشان نهيئ السخونيه كده زي ما بتولعي الفرن كده. قبل ما تحطي صينيه اي حاجه بتولعي فرن البوتاجاز حوالي 5 دقايق. انت بتولعيه حوالي 5 دقايق قبلها. عشان كده هو هياخد مني 15 دقيقة، وهرجع احطه 5 دقايق تاني علشان يتحمر التحمير ويستوي السوا اللي انا عايزاه. هنا بعد 8 دقايق، بعد 7 دقايق بالظبط، وقفت الزرار وهنشوف لونه وهنشوف بالظبط استوي ولا لا. شايفين انا لقيته مستوي من فوق، واللي تحت لسه زي ما انتم شايفين كده لونه ني، يعني لونه لسه ما استواش. قلبته كويس كده، وهنحطه برضه في الاير فراير شويه. شايفين لونه؟ هنحطه كده نشغل الزرار على بقيه الوقت المتبقي. شايفين فاضل دقيقتين، فاضل ثواني. صراحة طلعته بس ما كانش صورت اللقطة دي، لقيته لسه برضو ما استواش كويس. زودت عليه 5 دقايق على نفس الدرجة 200. طلع بالقمر والجمال اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. انا زودت 5 دقايق كمان. شايفين طلع لونه كأنك بالظبط محمراه في الزيت العادي الطبيعي. شايفين الجمال؟ مفيهوش بقى الزيت بقى اللي هو معتادين بقى تدوسي على حتة البدنجان تلاقيها زي السفنجة كده، لا. البدنجان بقى في منتهى الروعة مستوي. شايفين لونه وجماله زي ما بقولك كأنك محمراه في الزيت. بس الفرق ان ده مش شارب زيت خالص زي البدنجان اللي انت بتعمليه في المقلاية بتاعتك.
بعد كده هنحط بقى الحباش بتاعنا. انا عامله له دقه توم وفلفل، فلفل احمر، على ليمون، على كزبره وكمون وملح وخل. كل ده في حبه الدقه دول حطيتهم على الوش كده، وهنقلبهم فيه. هيبقى تاكلي احلى بدنجان ممكن تاكليه. زي ما بقول لك جميل جدا. يا ريت تقولوا لي ايه رايكم، وتقولوا لي لو في اي اكلات عايزين تعرفوها في الاير فراير هنعملوها مع بعض ان شاء الله. الايام الجايه هنشوف مع بعض ممكن نعمل ايه، وايه الحلو وايه عيبه وايه مش عيبه. زي ما بقول لكم هو اخد 15 دقيقه في الاول، لقيت لسه الصراحه ناشف شويه، هو احمر بس كان ناشف، رحت حطيت له 5 دقايق تاني عشان يبقى جميل بالشكل ده. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. كانت معاكم فاتية اسم.